فكرة السفر بره تاني جاية من حتة استعجال الفلوس. اي حد بيجي يتكلم معايا يقول لي انا عايزه اسافر بره، او انا هخلص مثلا دراستي واسافر بره علشان اتجوز بسرعه، علشان اعمل فلوس بسرعه، علشان الاقي حاجه اعملها في حياتي، اجيب العربيه، اجيب شقه. الموضوع ده بس انا دايما اقول له ان البلد دي احسن من غيرها، وان البلد دي المكاسب فيها اكتر بكتير، بس انت لو عرفت توظف دماغك صح. حضرتك رايك ايه في الموضوع ده؟ شوف، انت لو فاشل في بلدك هتبقى فاشل بره. ملهاش علاقه بالبلد. ملهاش علاقة، هي لها علاقة بيك انت، بإمكانياتك البشرية وبعقلك. هل انت، لا، انت لو فاشل هنا هتبقى فاشل بره عادي جدا. هنا مصر فيها فرص كتير، بالعكس ده الفرص بره مصر أصعب بكتير جدا 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 من الفرص جوه مصر. انت علشان تجري ورا فرصة، انا عايز اقولك على حاجة. انا اول لما نزلت سافرت السويد، انا مسكت كل الشركات اللي هي ممكن ان انا اشتغل معاها علشان اشتري منها خشب، او ان انا اشتغل فيها علشان اعمل اي حاجة. انا راسلت اكتر من 100 شركة في شهر. كل الشركات رفضت انها تقابلني. ده اي حد مكان حضرتك كان قال انا مش هشتغلهاش، انا اقعد في البيت. تخيلي، كل يوم كان بيعدي عليا اصعب من اللي قبله. اليوم الاول، اليوم التاني، اليوم التالت، لغاية 30 يوم. اكتر من 100 شركة كنت براسل في اليوم، بكلم في اليوم 3 او 4 شركات وبروح لهم. هناك النظام لازم تاخد ميعاد قبل ما تروح في اي حتة، مفيش حاجة اسمها ان انت تروح كده وكلام من ده، ولازم تروح في ميعادك بالظبط. هناك تتعلم الدقة في المواعيد والدقة في كل شيء. راسلت 100 شركة، مفيش غير واحد، شخص واحد بس هو اللي قال لي اه تعالى ممكن اقابلك، بس انا مش هشغلك معايا ولا هديك بضاعة. دي بقى الاضاءه اللي جايه من بعيد، اللي هو اه في بصيص من ايوه. الامل. خلاص رحت له جري. رحت له لقيت راجل عنده مصنع بدائي جدا، بس عنده خامات الخامة نفسها خامة ممتازة، بس هو المصنع مصنع بدائي. بيجفف الخشب، بيسيبه ينشره ويستنى الصيف علشان الخشب يتجفف. وده كان بيعمل عيوب كبيرة جدا في المنتج. يعني كان بيبوظ الخامة نفسها، كانت بتبوظ، كانت بتلف، لأن التجفيف مش معمول بالطريقة السليمة. ولقيته بيقول لي ان هو ده مصنعي ومش عارف ايه. انا اول لما شفت المصنع وشفت ان عنده خامة كويسة جدا وان الخامة دي ممكن تتعمل منها، قلت له انا هشاركك في المصنع ده. احنا هنجيب مجفف وهنكبر المصنع. قلت له انت بتنتج قد ايه في السنة؟ قال لي انا بنتج 50,000 متر. قلت له طيب ماشي، احنا هنجيب مجفف وهنجيب شغل، وانا هشاركك ب50%، وانت ايه، وانت بالارض والمصنع اللي بالامكانيات يبقى انت 50%. عملنا مشاركة ما بيني وما بينه. عايز اقولك ان المصنع في خلال سنة بقى بيصنع 300 الف متر. انا عايز اقولك ان كل ده من مكالمة تليفون، واحد بيرفض ان هو يديني اي حاجة. أنا عايز ابين ان كل اللي انا عملته كان من مكالمة تليفون، واحد بيقول لي انا هقابلك بس مش هديك حاجة ومش هشتغل معاك. حضرتك اصلا رحت للفرصه دي ونسبه نجاحها تقريبا صفر. صفر. شفت بقى ان انت ممكن تخلق الفرصة من صفر، من حاجة هي ميؤوس منها اساسا. ممكن واحد تاني يقول انا مش هروح، الراجل بيقول انا مش هديك حاجة. لا، ما تيأس، خليك ورا اي امل حتى لو كان نسبة نجاحه 1% او 0%. هو ده اللي ممكن يوصلك لأعلى حاجة في الدنيا. طب ايه اكتر موقف او حكايه او قصه حضرتك مثلا عديت بيها واثرت فيك ومش قادر تنساها لحد دلوقتي؟ شوف، يمكن اكتر موقف انا ما بنساهوش خالص، ان انا الشعوب اللي هي الدول الاسكندنافية دول مشهورين قوي باخلاقهم وبطيبتهم، وعلشان كده هم شعوب ناجحة. يعني علشان كده هم شاطرين، وعلشان كده هم ملتزمين. يعني انا عايز اقولك على حاجة، ان انت بتتعامل مع، انا بتعامل مع الشركات في السويد وفنلندا بالكلمة. يعني طالما هم وعدني بحاجة خلاص الموضوع مفيش انتهى. عقد، مفيش امضى، مفيش حاجه. اه بيبقى في عقود، بس طالما هو خلاص الكلمة، هي الكلمة بقت هي العقد. عايز اقولك مثلا على حاجة حصلت لي مرة. كنت راكب اتوبيس، وانا طالع الاتوبيس السواق بتاع الاتوبيس قلت له نزلني لما تيجي المنطقة دي، هي منطقة اسمها أوبزالا من ستوكهولم. قلت له لما تيجي أوبزالا عرفني.
علشان انا ايه عايز انزل فيها. فمشينا، انا كنت عارف ان المسافة ما بين استokholm وأبظلة يعني في حدود 30 كيلو ولا حاجة، فكنت عامل حسابي ان هي تبقى في حدود. فلقيت الراجل فضل ماشي، انا قلت لا مش معقول، ده احنا اكيد عدينا المكان. فنزلت أنا كنت في الدور التاني، هو الاتوبيس هناك دورين، فنزلت من الدور التاني تحت، قلت له هو احنا عدينا أبظلة؟ قال لي اه انا اسف سوري جدا، انا فعلا نسيت ومش عارف ايه. فقلت له طيب ماشي ولا يهمك. قال لي راح موقف الاتوبيس، وقف الباص، وقال لي انا هطلب لك دلوقتي تاكسي هيجي ياخدك من هنا يرجعك تاني. معقول؟ قلت له طيب انا عارف ان على فكرة التاكسي هناك غالي جدا يعني. والكلام ده على حسابه طبعا. انا اتفاجئت ان هو على حسابه. يعني هناك مثلا المسافة اللي هو عاملها بتاعت في حدود $200، يعني ده رقم طبعا. مش رقم بسيط يعني. والتاكسي هنا غالي جدا. ففيش، انا فضل واقف معايا لغاية لما عربية تاكسي جت اخدتني ووصلتني رجعتني تاني الأبظال. فانا ما كنتش اعرف ان هو هيحاسب الراجل او هو فجاء حاسب التاكسي، قال لي لا ما خلاص هو الاتوبيس دفع. قلت له ازاي؟ قال لي لا هو دفع خلاص. فلقيت ان هم يعني عشان هي غلطته ان هو نسي، فهو بيتحمل. هناك في السويد لو انت سألت اي حد على مكان او عنوان لازم يجي يوصلك، هو يوصلك بنفسه، لازم هو ده احسن يوصلك حاجة. بنفسه. يعني ده من مبادئ ده. الشعب ده شعوب محترمة وشعوب أخلاقها عالية جدا. فأنت تتعلم إزاي الرقي والأخلاق والصدق والأمانة الإنسانية. والإنسانية هما اللي بيوصلوا. يعني هتلاقي دولة زي السويد هي أكبر دولة في أوروبا أخدت لاجئين من العراق ومن سوريا في فترة الحرب، ووفرت لهم حياة، وجابت له ووفرت لهم شقق يقعدوا فيها، ووفرت ليهم كمان معونة شهرية بياخدوها ويقدروا يعيشوا منها كويس. الأخلاق العالية دي هي اللي بتوصل وهي اللي بتنجح. كون ان انت يبقى راجل عندك أخلاق او دولة عندها أخلاق، هو ده في الآخر او ده اللي في النهاية بيخليك توصل. ده المكسب ده الحقيقي. المكسب الحقيقي.